ليه بيتغير شكل جسمنا بعد ال40؟ وإيه أسرار التغيرات الهرمونية وإزاي نسيطر عليها؟ هديكي مثال بسيط. نورة دايما كانت بتلبس لبس اللي هي عايزاه، ما كانتش بتشغل بالها بالميزان، لكن أول ما قربت من سن ال40 بدأت تلاحظ إن البمبرمان مبقتش تقفل، وإن وزني بيزيد رغم الأكل زي ما هو. بالعكس، أكلها بدأ يقل، لكن بطنها بتكبر أكتر. اللي حصل لنورة بيحصل لكل واحدة فينا، يمكن بتكون بتعيش نفس القصة، بس خليني أحكيها لك من الأول. جسمنا الأول بيكون عامل زي الكمثرى، شكل الجسم بيتغير. طول عمرك كنت من النوع اللي الدهون عنده بتتجمع في الأرداف والفخذين، شكل الكمثرى يعني الكلاسيكي. لكن فجأة لقيتي الدهون بتتجمع في البطن والذراعين وتحولت لتفاحة. طبعا التفاحة جميلة من البداية من غير ما تعملي حاجة. ده مش تقصير منك ولا كسل، دي عملية طبيعية. نرجع عن 5 تغيرات بتحصل لجسمك. أولهم اضطراب الهرمونات الأنثوية. مع اقتراب سن ال40 مستوى هرمون الاستروجين بيقل، والهرمون ده مش بس مسؤول عن الأنوثة، ده كمان بيزود معدل الحرق، بيوجه الجسم يخزن الدهون فين بالظبط، الأرداف مثلا. فلما مستواه يقل الحرق يقل وتوزيع الدهون بيتغير، والكبش والكرش يبدأ يظهر. تاني حاجة هي فقدان الكتلة العضلية تدريجيا. بعد سن ال30 الجسم يبدأ يفقد العضلات بنسبة بسيطة سنويا، والعضلات هي المكنة اللي بتحرق الدهون. عضلات أقل بنلاقي حرق أبطأ، بتحرق أبطأ دهون أكتر حتى لو بتاكل نفس كمية الأكل. وتالت حاجة مقاومة الأنسولين. الأنسولين هو الهرمون اللي بيساعد الخلايا تاخد السكر وتحوله لطاقة، لكن مع الوقت خلايا الجسم بتبدأ ترفض الأنسولين. النتيجة الجسم بيخزن دهون ويزود الإحساس بالجوع، خصوصا للحلويات والنشويات. بعد كده تلاقي الكورتيزون، هرمون التوتر، المسؤوليات بتزيد، شغل، أولاد، بيت، وربما زوج بيمر بأزمة منتصف العمر. التوتر يزيد، جسمك يفرز كورتيزول باستمرار. الكورتيزول بيزود الرغبة في الأكل، خصوصا السكر والدليفري، بيخزن دهون في البطن، بيخلينا ندور على الراحة في الأكل بدل الرياضة. قلة النوم بتربط هرمونات الجوع والشبع، بتزود هرمون الجوع وبتقلل هرمون الشبع، فتقوم الصبح جعانة ومش بتشبعي مهما كلتي. طب نعمل ايه؟ هديك خطة متكاملة لمواجهة تغيرات الجسم بعد ال40. غيري طريقة تفكيرك، الوزن مش مقياس لقيمتك، التغيير الهرموني طبيعي زيه زي البلوغ. اتعاملي مع جسمك بحنان وفهم مش جلد ذات. غيري طريقة أكلك، كلي بروتين، بيض، زبادي، فول، عدس، سمك، جبنة قريش، أي حاجة فيها بروتين. زودي ألياف، سلطة، خضار، فاكهة. قللي السكر والدقيق الأبيض، اشربي مية كفاية. كلي ببطء ووعي، بعيد عن التلفزيون. الحركة بتساوي حياة. اتمرني 2-3 في الأسبوع، تمارين مقاومة، بلانك، سكواد، ضغط، حتى من البيت. دوري على كل اسم تمرين من دول وانت هتلاقي الطريقة بتاعته المناسبة. عضلاتك هي مفتاح حرق الدهون. اهتمي بالنوم، من 7 ل8 ساعات نوم يوميا. اطفوا النور والموبايل، بلاش منبهات بالليل. خدي بالك من التوتر، وقت خاص بيكي كل يوم. أي حاجة بتبسطك وتهدي أعصابك، حتى نص ساعة كفاية تهدي الهرمونات. فكري في مكملات، فيتامين د، أوميجا 3، مغنيسيوم، بداية طبيعية لهرمون الأنوثة، بس استشيري الدكتور الأول. الخلاصة إن جسمنا بيتغير، مش لأنك بتاكلي كتير، لكن لأن هرموناتك بتتغير. مشكلتك مش كسل، مشكلتك بيولوجية. بس التغيير مش النهاية، ده بداية جديدة، البداية اللي هتفهمك فيها جسمك وتتصالحي معاه وتدعميه عشان يفضل قوي ورشيق. ابعتي المقال ده لصاحبتك اللي دايما بتشتكي من الكرش الجديد، وقولي لها أنا فهمت جسمي. وقلت كمان دي كانت مدونة من مدونات للنساء فقط. تابعينا عشان تلاقي كل جديد. شكرا.